شوف يا صاحبي، أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذه الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم، كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول أنه قريب، ملك السماوات والأرض يقول لك أنا قريب منك. كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته. طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية. الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف ذو الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجة أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر، وأن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها بنفسك، فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته. بك أو بدونك أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله، فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك. تقيم الأشياء، هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم. تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. اطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين